السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مثل ما جاي تشوفون كل 4 أيام 5 أنزل لكم فيديو. مثل ما قلت لكم هسه عندي هاي نوعية عنب، عنقود يعني نوعية مال عنب هذه يسمونها شدة تركي. مثل ما جاي تشوفونه شدة تركي. العنقود مالته تقريبا يوصل كيلو وربع، وإذا يعني كبير يوصل كيلو ونص، كيلوين، حتى بكيلون يعني. هسه لا تشوفونه يعني بالتصوير شوي صغير، بس لا هو كلش كبير وحبايته يعني كبيرة. هسه نجي هنا شوف هذا الهيش، صلاة على محمد وآل محمد. الحوش له صندوقين يعني شوفوا. هسه هذا هاي هنا كله شدة تركي. مثل ما قلت لكم عندي 6 أنواع. أنا مو شوية من الشمس يصير التصوير واضح. عندي 6 أنواع. شوف حبايته يعني كلش كبيرة ما تنقطع، بس بعدها ما راجع. عندي هذا الهرش ما أعرف شنو السبب، ما حامل، بس حمله 3 عناقيد يعني بسيطات. مريض او شي ما اعرف يعني، فوق هذا كله هذا مدارة وما حامل. جاي تشوفون هذا ايش قد حامل. هذا كله هرش واحد ب3 أفرع. يعني حامل يعني حمله كلش ثابت موازن يعني بالهرش. حاليا هذا كله شدة تركي. يعني هاي ساجيهن البارحة طينا بعثه قاحن. بس ها هسه تقولوا لي ليش خفيف بعده؟ يعني شلون نقول لكم، يعني الهرش ما مفرع يعني فرع واحد، يعني قلة بيهن فرعين، يعني بعده ما بان على الصوبات مالته. يعني بعد ياخذ سنة سنتين يلا يشد حيل الهريش، يعني ينطي قوة بالقاع. هذا هامض، هذا يسمونه مدبس ما اعرف شو اسمه. هذا الهرش الثاني. قالوا لي شنو معنى هاي الإصابة؟ شنو معناها؟ اللي عنده معلومة خليه يكتب لي بالتعليقات. يعني هاي تشوفون هاي حلوان يعني. بس هذا المدبس أدري شنو السبب مالته، مال إصابة. صلاة على محمد وآل محمد. شوف هذا هرش قد حامل كمية كبيرة بس باو. يعني التصوير ما جاي يجي واضح من الشمس. كلش كمية كبيرة حامل، وعنقوده كله يوصل كيلو، كيلو ونص. كلش كبير عنقود مالته.
يعني ترس ايدي، ترس ايدي العنقود مالته، يعني يوصل كيلو مثل ما قلت لكم بين يعني. هاي بعد حتى شفتوا هاي. ولهنا أنا ينتهي الفيديو مالتنا، وإن شاء الله بالمرات الجاية أوضح لكم أكثر وأكثر وأعرفكم على شنو يعني أنواع العنب وشنو أسباب الحمل مالته. طبعا هاي هنا يقصون السدوة مالت العنقود، عنقود السدوة مال العنقود على مود يرجع القوة مالت الهرش كلها ترجع للعنقود. شوف شلون قص طينه، هذا حلواني. لهنا ينتهي الفيديو، ونشوفكم بخير. تحيات.